في نهاية الأربعينات من القرن الماضي يا إخوان أنشئ في مصر بالضبط دار التقريب، وهذه كانت تقرب ما بين المذاهب الإسلامية، تسمى دار التقريب، يعني دار التقريب بين الشيعة والسنة. وكان أعضاؤها ثلة من علماء أهل السنة، وكان أعضاؤها أيضا ثلة من علماء الشيعة. من السنة الشيخ مصطفى المراغي، محمد شلتوت، الشيخ محمد شلتوت، الحاج أمين الحسيني الفلسطيني، الإمام حسن البنا. ومن الشيعة الشيخ محمد تقي القمي، محمد جواد مغنية، محمد حسين آل كاشف الغطاء. إذن هذه الدار بقيت أكثر من 30 سنة وهي تقوم بعملها من أجل التقريب ما بين المذاهب الإسلامية وما بين السنة والشيعة، إلى أن جاء أنوار السادات سنة 79 بعد ثورة الإمام الخميني في إيران، وأوقف تلك الدار، أوقف عملها. هذا التوقيف، هذا القرار بتوقيفها عمل هذه الدار قرار ديني أو قرار سياسي. تعلمون بأن أنور السادات هو من استضاف شاه إيران، شاه إيران الذي الشعب الإيراني انتفض ضده وطرده من البلاد، لكن السادات كان على خلاف مع الخميني واستقبل الشاه، وكانت له صداقة مع الشاه فاستقبله في مصر بعدما أخرج من المغرب، وبعدما طردته أمريكا جاء إلى هناك شاه إيران. ما معنى شاه إيران؟ يعني ملك ملوك إيران، محمد رضا بهلوي. هذا كانت بينه وبين أنور السادات رحمه الله صداقة، لكن أنور السادات قام بعمل مشين، وهو أن أوقف عمل هذه الدار. هذا القرار قرار سياسي ليس قرار ديني.